اخوي في حفله انفول على مشاهير دبي. لك مشاهير دبي بياكلوا كورن فليكس، اخوي بيفطر صحن فول على الريق مع البصل. قال له ابوي زلمه شوف هو ضخ فيك، اقسم بالله يا زلمه لحد الان حتى هو خبرني طلع عنده ثقافه من وراي ما بعرف انا. لو والله عم بتثقف. لك اخوي اطول سفره سافرها تبع السوبر ماركت باخر الحاره فتح جديد. لك اطول سفره سافرتها هي على المسبح. اخوي خليني اجيب طقوس السفر، اخذت معي 2 بكيني وخليط مي وربطتين خبز. لك انا طلعت من بس عشان رجعتي معوض على حالي لساتي بسوريا ما بعت كثير. ما بعد شغله ضمن الحاره عرفتها علي خويي. هي شغله عند جدي عند جارنا الختيار هذا. خوي تاخذ بالضبط بالضبط. لا خوي بالضبط خوي خلص بطلع لك صوره هلا خدش عن الحياه العامه بالمدفع تاع عم لك بطلع حاج سفر طالع في خادي يا وسيخ. طالع في خادي يا وسيخ. خوي في خادك طيري طالع في خادك. هلا سيبك من هي طالع في خادك. يا خوي في انت مشتركين بالغلط ودخيلكم ورجعوا. انت انتم مخرطين والله مخرطين. اوعى لا تكون حاطط لك ترتب اوعى ترجع. لا والله ما حطيته. اذا تكون حاطه بخص اذا هو حطه خبروني بخص لك. يا خوي انتوا عشان الجامعه كان عندك مشتركين بطل يخطب خلع حاجه سنه وصرت ابكي. طبعا في اسبوع بيصب عليكم ما نزل فيديو وراح لك هذا شلة وفول علي ما بعرف ليش. يا خوي شو حالكم شو بدكم توصلوا على لبنان؟ شو حالكم شو بدكم تحرروا الاقصى؟ عم تسال شو سبب الحمله؟ سبب الحمله انه مشاهير السوشيال ميديا بدبي بتسان واسامه مروه وغيش الجيات هي عملوا منتج يدعم الكيان. ردة فعل المتابعين بالانفولو فانه بيستاهلوا اكثر من هيك. والله انتم ما بتستاهلوا انفولو يا عرصات يا فاسقين يا مرتدين. طول بالك محمود حسنات طول بالك خوي ممكن خايفك تروح تخطب هذا شيخ الجمعه عليكم بإنسان عليكم بأنس الشايب. خوي طول بالك هدي شوي هنوخه حالتك انت هو انت مخك ما بيستحمل اكثر من هيك. بس يا وسخ تحت يا وسخ شرمت البنت تبعت الحاره رحت لعندها انت وظبط اختها ما لقيت غير اختها ولاقي زطان يا خنزير يا وسيخ. شلون ضبط اختها؟ جيت البنت لعندك تعرف اني مظبطها لك ظبط اختها شلون رحت؟ شلون قلت لها ما بعرفك حتى البنت عم تسب علي رحت ضبط اختها يا زطاي. شو اقسم بالله ده ما بترجع محرة اقسم بالله لطعمها بذبحها اخوي بذبحها. انت بتعرفني وقعتها تحت شباكها عم تعمل لك فينا يا اخوي انت التوأم. بس ترجع خوي والله بقص بخلي الان كنت تدفع عليك التعليقات بدها ترجع اسمعكم بس احكي اقسم بالله بس احكي لك كانوا وياك منتهم بلا موف انا وياك كان منتهم واخوه عزيز وغالي انت علي. يا اخوي انت هالوقت انت كنت تقعد تحت هناك انا ما كنت قلت عليك هو وتترك على باب المدرسه تقعد ما تدخل على باب المدرسه ولا شيء عليك قلنا راح اشتري خبز. بس قل لي يا اخوي بس قل لي رحت العب بالشارع طابع كله بس قل لي شايفني البنت مظبطها شلون رحت لقيتك البنت مع اختها وقلت انا ما بعرفك صرت تدفع على كمان يخرب بيتك يا اخوي انا توم اسمع انا مظبط اختها انا وياك توم الله خلاص توم شوف انت بتعرف اني مظبطها للبنت مش تظبط اختها مشان تفتني يا زطه اصلا ما كيف عم تسب علي بدها ترجع. اسمع بدها ترجع بس خليني احكي انت بتعرفني شيء قلت والله ما بعرف والله ما بعرف كذاب بدها ترجع ما لي مصلحه. قلت لك هذيك الحاره لا تروح ولا لا؟ شو بعرف اني ظبط هذيك فيها. لو قلت لك هذيك الحاره مظبط البنت فديتك صورتها قلت لك هذيك الحاره لا تروح. هدق النقاصه بدها ترجع البنت بذبحك ما في بس شوف فضايحك بتبكيني عم بحكي معك والله بعد الضرب كله 7 اخواتها واولاد عمها حتى ما قلت لي بالحاره حتى اخواته واولاد عمها خبطوني قتله مسحوا فيني الشارع يخرب بيتك شو بعرف عم تغمز لا تضبط معي خويتها ترجع البنت والقتل اللي اكلته بدك تعوضني بدالها اسمع هاي مصلحه ولاد عم سبوا ما سبوا سبيت عليهم انت قالوا عم تسب علينا اسمع صوت اولاد عم ايش عم تسوي هون سبيت عليهم خويي حط لك دير بتمي انا ما لحقت فت على الحرم ما لحقت كانوا ماسكين عصاي. اسمع هذا الشيء الجمهور بي اسمع الجمهور كانوا يتحشوها الله وكيلك الله اسمع انا الجمهور بصعب قلت له هذا الشيء الجمهور بده يشحن قلت له لا تروح هذيك الحاره خي شو مسوي قلت له ما مسوي غير كل خير لا تروح راح جاي ليه شو كذا اخر مره ترجع البيت اقسم بالله قصر ترجع خويي خلاص طلعت ضدي يا فاسقه لا ادخل فاسقه اسمع لا ادخل فاسقه انا فتت لي لا اقسم بالله ما قصرت لسانه اسمع هي تعرفنا ان احنا تو تطلع عندي صارت السلام قلت له بحياتي ماني شايفك انا بتعرفني لحالي قلت له انا وحيد قلت له وحيد قلت له وحيد انا شوف حنان الاخ بدك تعطي حنان انا من حنان الام والاب والاخ كمان خوي ترى حناني كمان انا ما بشرح فيه قلت له وحيد انا حناني ما بشرح فيه له وحيد انت استغلت فرصه وقلت له وحيد انا خوي استغليتها ليش انا استغلالي انا اشتغل جبروتي كنت كله فيها عرفت؟ بدها ترجع
فانت طلع علينا الحمله يا شباب. لسه اخوي كذابه تمام. طلعت بالحمله اول ما بلشت في نشات عن المتابعه والله تمام. هي فتنجيه فتنت بيني وبينه طلعوا شوفوا لها مسكين فتنت بيني وبينه صار مسكين ولا مسكين صار يبكي بنشوف فضايحك والمتابعه قصه بالمحشر مشان يصدقونك كيف كيف والله خلي كمان تخليني خروف كفر بالله طلع سمعت خروف يا رجل الحمله شات ندب نرجعوا لا بظبطك انت احكي لك بس احكي لك بطلت اصور اقسم بالله خالص.